السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير من اخر فيديو نزلته على القناة. عدى بقى العيد وكل سنة وانتم طيبين. وتعالوا كده النهاردة لما نعمل الفسيخ. هنعمل النهاردة الفسيخ بأسهل طريقة وبأنجح طريقة. بس في البداية بفكرك تعملي لي لايك وشير للفيديو، وكمان اشتراك في القناة، وفعلوا جرس الإشعارات اللي موجود تحت الفيديو، واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا إشعار بيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. ومعايا 2 كيلو ونص من السمك. ده سمك بوري، وال2 كيلو ونص 6 سمكات، يعني تقريبا السمكة من 400 جرام ل 500 جرام. الوزن ده بيكون حلو. لو قدرت تجيبي سمك حجمه اكبر من كده بيكون احسن. عشان بقى تعملي فسيخ لازم السمك يكون سمك بوري، وتكون السمكة تكون حية كده وصاحية زي ما انت شايفاها كده. تحس ان السمكة من كتر اللمعان اللي فيها تحس ان هي السمكة بتكلمك كده. عينيها تكون بتلمع، كمان النخاشيش بتاعتها تكون الحمار اللي هو الداكن مش الحمار الفاتح. تمام. القشر بتاع السمكة يكون فيه اللمعة، تحس ان هو اللون الفضي اللامع قوي بالشكل اللي انت شايفاه ده. السمكة ما تكونش اتعرضت لأي نوع من أنواع التلج، يعني السمك ما تجيبيهوش بايت، ما تجيبيش السمك اللي بيكون موجود عليه تلج عند السماك. كمان لما تجيبي السمك بلاش تدخليه التلاجة، يعني ما ينفعش تبيتيه ليلة في التلاجة مثلا وتصبحي تاني يوم تقولي أنا هعمله فسيخ، لا مش هينفع خالص. هنا بقى هنبدأ نغسل السمك غسلة كويسة قوي تحت المية بالشكل ده. واهم حاجة تتكي كده على النخاشيش، يعني تغسلي النخاشيش بتاعة السمكة بذمة. ودايما السمكة تكون راسها لتحت علشان على قد ما تقدري السمكة ما تشربش مية وانت بتغسليها. غسلت بقى السمك بالشكل الجميل ده، طبعا غسلته مرة واتنين وتلاتة كمان. وبعد كده بقى بجيب طبق وبحط عليه مصفى، وهبدأ اخد السمك بتاعي كده وهحطه بالشكل اللي انت شايفاه. راس السمكة بتكون لتحت وباقي السمكة بيكون لفوق بالشكل ده. انا حاطه طبق تحت المصفى علشان اي سوائل هتنزل من السمكة تنزل في الطبق. تمام. هنا بقى انا ولا بطلع السمك في بلكونة ولا بعرضه للشمس ولا اي حاجة، لان تعريض السمك للشمس بيكون خطر، لان الشمس بتخلي السمكة تتنفخ واحنا مش عايزين السمكة تتنفخ مننا خالص. هنا بقى انا خدت السمك بتاعي ورحت حطيته كده على السفرة وشغلت عليه المروحة. بشغل عليه المروحة لمدة 3 ساعات كاملين. كل نص ساعة ببدأ اقلب السمك علشان اتأكد ان السمك بتاعي يتنشف معايا كويس، وفي نفس الوقت السمكة ما تنشفش على وضع واحد. وهنا بقى هنبدأ نجهز الخلطة اللي هنملح بيها السمك. عندي ملح خشن وده الملح الرشيدي او ملح الملاحات، ده مخصص لتمليح السمك. تمام. في درجة يعني تحسوا ان هي انعم سنة كده من ده. فانا هاخد من ده كوباية ومن ده كوباية، بمعدل يعني تقريبا كده 12 معلقة من الملح. انا بحط لكل سمكية معلقتين من الملح، لكل سمكية معلقتين كبار من الملح. والملح اللي يفضل ويكون احسن هو الملح الحبيبات الخشنة قوي دي. تمام. هنا بقى هنزل بنص كوباية، بنص معلقة كبيرة من الشطة، والشطة دي حامية جدا. هنزل عليهم كمان بنص معلقة كبيرة من الكركم. وعندي بقى من نص معلقة كبيرة لمعلقة كاملة من البابريكا. البابريكا بتحفظ برضو معايا السمك، وكمان بتديله لون حلو قوي. هبدأ بقى اقلب كده كل المكونات مع بعضها بالشكل ده. كوبايتين الملح دول بمعدل نص كيلو تقريبا من الملح. نزلنا بنص معلقة كبيرة من الشطة الحامية، وكمان نص معلقة كبيرة من الكركم، ومن نص معلقة لمعلقة كاملة من البابريكا. تمام. عندي بقى هنا كده كان السمك بتاعي عدى عليه كده 3 ساعات، ممكن اكتر من 3 ساعات على حسب الجو. يعني الجو اللي احنا فيه دلوقتي الجو حاسة ان الجو معتدل جدا، يعني الجو مش حر وكمان مش ساقعة. فانا سبته تقريبا 3 ساعات كاملين، وده كان وقت كافي قوي. اتأكدت ان السمك نشف ازاي؟ لما تحسي ان السمكة كده بدأت تاخد الوضع بتاعها وتنشف كده على وضعها بالشكل ده. طبعا انا كنت بقلبه كل نص ساعة، عشان كده السمك مقوص مني، يعني انا كنت كل نص ساعة بقلب السمك من جنب لجنب. السمكة بتاعتي شدت حيلها كده بالشكل ده. وكمان تحسوا ان القشر بتاع السمكة بدأ يقع كده من عليها لوحده. وطبعا المواصفات بتاعت السمكة اتغيرت معانا بالشكل ده. والمروحة بتكون اضمن بكتير من انك تحط السمك في البلكونة وتغطيه بشاشة والكلام ده كله. ممكن لا قدر الله يجي عليه حشرة ولا حاجة، لكن طول ما هو محطوط جوه الشقة بتاعتك كده والمروحة شغالة عليه
بتكوني مطمنة ان السمك كده ما جاش عليه اي حشرة لا قدر الله. هنا بقى بعد ما نشفت السمك كويس قوي بمناديل المطبخ، مهم جدا ان بمناديل المطبخ وتبدأي تنشفي النخاشيش بتاعة السمكة كويس قوي. لازم نخاشيش السمكة تكون ناشفة ما فيهاش اي بواقي سوائل موجودة فيها. بعد كده بقى ببدأ اعمل مساج خفيف كده للسمكة. ببدأ افصل كده الشوكة اللي هي بتكون ماسكة السمكة كده من الديل لحد الراس، بالضغط عليها كده بالراحة، عشان بعد التسوية السلسلة اللي في النص دي بتفصل لوحدها من اللحم. واللحم بتاع السمكة بيكون طري كده ومزبت وفعلا بيكون تحفة. اهم حاجة برضو ان انت ما تضغطيش قوي عند البطن علشان ما تفتحيش بطن السمكة، بعكس اتجاه الشوكة بالشكل ده، وتبدأي من الديل كده وانت طالعة ضغطة خفيفة خالص. هي بتحسي اصلا ان السمكة بدأت تضطر كده في ايديكي. تمام. عايزه اقول لك كمان ان لما تيجي تشتري السمك اللي هتعمليه فسيخ، ضروري انك تعرفي السماك ان انت هتعمليه فسيخ. قولي له السمك ده هاخده اعمله فسيخ، علشان لو السمك فيه مشكله ما يدهلكيش. والسمك اصبح سعره غالي جدا الفتره دي. السمك ده ب120 جنيه، وممكن يوصل كمان ل130 وال140 في بعض الاماكن. المهم، هنا بقى هبدأ احشي بقى السمك بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. باخد بقى كمية حلوة كده من الملح وببدأ اكبسها في النخاشيش، وكمان بحط في البق بتاع السمكة. والبوري البق بتاعه بيكون عريض، علشان برضو في سمك بيقولوا عليه بوري بيكون موجود في السوق، بس ده اسمه دوار. انا جبته برضو مرة والحمد لله بقى ربنا يسامحه اللي عطاهولي. فالسمك البوري كمان من المواصفات بتاعته ان بق السمكة بيكون عريض ما بيكونش رفيع. تمام. هنا بقى ببدأ احشي بقى نخاشيش السمك بالشكل ده وبكبسه، وكمان بحط ملح في البق بتاع السمكة، وباخد كده كمية من الملح وببدأ امشيها على السمكة كده بعكس الاتجاه. وخدوا بالكم كويس قوي لان الشوكة بتاعت السمك بتكون مؤذية. انا المفروض كنت البس جلافز، بس بصراحة مش بعرف اشتغل ولا بعرف اعمل اي حاجة وانا لابسة جوانتي. الجوانتي كده بيتزحلق من ايديا، وكمان مش بعرف احس بملمس الحاجة في ايدي. هنا بقى هنبدأ نخلي السمك في برطمان. في برطمان، ايوه في برطمان. وصدقوني النتيجة بتاعته مضمونة بنسبة 100%، احسن كمان من اللف في الاكياس الكتيرة اللي احنا كنا بنعملها الاول. وكمان بنكون خايفين قوي على السمك من المكان، وكمان من التسريب الاكياس والكلام ده كله. هنا بقى برطمان. طبعا انا جربت الاول كده حجم السمكة في اكتر من برطمان عندي قبل ما اعمله، فما لقيتش بصراحة. البرطمانات اللي عندي كلها كان حجمها صغير، فالبرطمان ده لقيته يعني مناسب قوي. السمك علشان حجمه كبير ما شاء الله، فبضطر ان انا احطه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. برص بقى كده السمك فوق بعضه. انا حطيت في البداية كده في قاع البرطمان برضو شوية من الملح، وده مهم جدا. بعد بقى ما برص بقى كل كمية السمك اللي معايا بالشكل ده، هبدأ اخد برضو بقية الملح اللي موجود معايا وهبدأ ارشه برضو على السمك. تمام. هضغط بس كده عليه ضغطة كده حلوة بحيث ان السمك بتاعي يكون مكبوس كويس على بعضه، علشان رصة السمكة هي اللي بتخلي السمك يعرق على بعضه، او يعني يسخط كده على بعضه ويستوي معايا كويس. كده تمام. هاخد بقى كده بقيت كمية الملح بقى بالخلطة اللي عليه، وهبدأ ارشه كده على السمك بتاعي. طبعا هو لحد دلوقتي لسه سمك، لسه ما بقاش فسيخ. طيب باقي بقى معانا ايه تاني؟ معانا فنجان صغير من الزيت، يعني تقريبا من 3 معالق ل4 معالق كده كبار من الزيت. هنبدأ نرشهم برضو على وش السمك بتاعي، والزيت بيدي لمعة حلوة قوي وبيدي طراوة للفسيخ. تمام. كده حلوة قوي، شكله تحفة بجد. هبدأ بقى هنا بجيب الاسترتش راب وهبدأ اقفل كويس قوي على البرطمان قبل ما اغطيه. ده مهم جدا علشان البرطمان ما يخشوش اي تهوية لا قدر الله، لانه انت عارفين تهوية الفسيخ هو اللي بينشط البكتيريا فيه، يعني مش عايزين بقى نقول ربنا يستر. فهنا بقى هبدأ اقفل بقى بالاسترتش كده كويس قوي على الغطا بتاع البرطمان بعد ما قفلته كويس جدا. شايفين؟ بصوا انا بقفل عليه ازاي، يعني كده فعلا بمنع اي هوا لا قدر الله يدخل البرطمان. كده تمام. طبعا كل يومين ببدأ اقلب في البرطمان الاتجاهات بتاعة البرطمان لحد مدة التسوية. تمام. هجيب كمان كده 3 4 اكياس وهبدأ ادخل فيهم البرطمان بتاعي وهربطهم كويس قوي.
وضروري كمان ان انت تحطي كده كيس او كيسين سمر علشان خاطر تحجيب الضوء عن السمك. تمام. هجيب برضو كمان كيس وهبدأ برضو اربطه كويس قوي. الاكياس برضو مهمة جدا علشان بس اضمن ان البرطمان بتاعي ما يخشوش اي تهوية. انا كمان ما استكفتش بالكيس ده، انا جبت كيس كمان حجمه اكبر وقفلت برضو عليه كويس قوي. هنسيب بقى البرطمان ده في اي مكان. بصوا ان شاء الله حتى تحطيه على رخامة المطبخ مش هيحصل له حاجة ابدا، يعني ما شرطش خالص انك تحطيه في مكان مكتوم. تمام. الجو دلوقتي بادئ يحرر، يعني الجو مش ساقع ولا حاجة. هسيبه قد ايه؟ هسيبه لمدة 10 ايام، وبعد 10 ايام هنبدأ نفتح مع بعض وان شاء الله يطلع احلى فسيخ. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايكات كتير للفيديو، وكمان تشتركوا في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.